أكد ستيف ماكلارين مدرب المنتخب الإنجليزي السابق أن رياض محرز نجم ليستر سيتي قادر على اللعب في صفوف نادي برشلونة في الوقت الراهن نظرا للإمكانيات التي يتمتع بها الدولي الجزائري. ماكلارين الذي سبق له تدريب عديد الأندية مثل نيوكاسل يونايتد، فولسبورغ، فينتي ونوتنغهام فورست، قال في تصريحات صحفية أن محرز من نوعية اللاعبين الذين يتعاقد معهم برشلونة، وهو الآن في نسق تصاعدي أنه يمتلك العقلية والشدة للعب مع هذا الفريق. وتابع مدرب المنتخب الإنجليزي الأسبق بأن نجم المنتخب الجزائري يجب أن يشارك في دوري أبطال أوروبا مع جناد كبير في إنجلترا أو خارجها، مؤكدا بأن هذا الميركاتو القادم سيكون فرصته. تري كونتون تاني بور محرز اللي اون انونس بلي راح يلعب في ليفربول. البارح الكثير قال لك دوك بن شيخ بالك ما يعجبوش الحال كي لا 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 انا نظن نقول الناس كاين، شوف كاين اللي الله يسامحهم ما يفهمونيش، وكاين دوطر اللي راهم خالصين. هذوك اللي مخالصين نقول لهم واش عليه، باسكو راهم يخلصوكم هذوك دراهم الحرام اللي داوهم هم يعطوهم لكم، نقول لهم الله يسهل عليكم. شكون هذو اللي يهضروا على الفيسبوك؟ والله غير قعدوا تكريتيكو دونك هاكو تربحوا مصيرفه الله يسهل. بصح بور ريفونير محرز نتمنى يسيني في ليفربول. علاه؟ On parle de 50 millions d'euros. ما يهمنيش اغلى لاعب في افريقيا. ما يهمنيش انا الدراهم.